مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا، وانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. يسترب مدرب الاهلي يرفض طلب إدارة النادي بالدخول في معسكر مغلق اليوم قبل مواجهة الزمالك ب 48 ساعة في بطولة الدوري، وذلك لرؤية الجميع داخل إدارة الأهلي بأهمية الفوز في مواجهة القمة القادمة أمام الزمالك لمصالحة الجماهير الأهلاوية وتهدئة الأمور شوية عما حدث طوال الفترة السابقة، وأيضا من أجل فرض المزيد من التركيز على جميع اللاعبين لتجهيزهم نفسيا وذهنيا بأفضل شكل ممكن لتقليل كل الأعباء الخارجية التي قد تؤثر على تركيزهم في ظل الضغوطات الكبيرة التي يمر بها الفريق بالكامل مؤخرا. ومصدر يؤكد بأن يسترب رفض الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك ب 48 ساعة، ويفضل الاكتفاء بالدخول في معسكر مغلق قبل اللقاء بيوم واحد فقط، وذلك وفقا لبرنامجه الإعدادي المعتاد الذي يعتمد عليه منذ توليه المهمة الفنية للأهلي. الأهلي يستهدف التعاقد مع مدرب برتغالي أو ألماني أو فرنسي يمتلك سيرة ذاتية قوية من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة القادمة، وذلك لرغبة إدارة النادي بالحفاظ على هوية فنية واضحة للفريق تعتمد على الانضباط التكتيكي والقدرة على تطوير الأداء البدني والفني للاعبين، بالإضافة إلى التعامل الجيد مع الضغوطات الجماهيرية والإعلامية الكبيرة التي تحيط النادي في جميع البطولات. الأهلي يتلقى عدة ترشحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين لمدربين أجانب بالجنسيات الذي يستهدف النادي التعاقد معه خلال الفترة القادمة، ومصدر يؤكد بأن إدارة الأهلي بتجري بعض التقييمات في الوقت الحالي على السيرة الذاتية والخبرات السابقة لكل مدرب مرشح على طاولة النادي للتعاقد مع أفضلهم، وذلك لبدء النادي اتخاذ إجراءات رسمية بالتفاوض مع المدرب في الوقت الحالي للتواجد مع الفريق في فترة الإعدادات للموسم الجديد. الأهلي يبدأ التفاوض فعليا مع يسترب على فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي وبدون التسبب في أي أزمات أو اللجوء إلى المحكمة الدولية بشأن الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع الأهلي. ومصدر بالأهلي يؤكد بأن الجميع داخل إدارة النادي لديه رغبة قوية بإنهاء العلاقة مع يسترب اليوم قبل غدا، ولكن عقد المدرب لا يسمح بذلك، وذلك حتى لا يكون من حق المدرب الحصول على كامل عقده لتجنب تعرض النادي لأعباء مالية كبيرة بشأن الشرط الجزائي المتواجد في عقده. ومحاولات مكثفة من جانب مسؤول الأهلي من أجل الوصول لاتفاق مع يسترب لإنهاء العلاقة بالتراضي وبدون التسبب في أي أزمات مع النادي، خاصة وأن الجميع داخل الأهلي لا يفضل اللجوء إلى المحاكم ويفضلون إنهاء العلاقة بشكل لائق بعد انتهاء الموسم الحالي، وذلك بعدما تمسك يسترب سابقا عقب الخروج من دور الأبطال بالحصول على كامل عقده من أجل الرحيل عن الأهلي، وهو ما يجعل هناك محاولات من جانب مسؤول الأهلي لفسخ العقد بالتراضي لتجنب الأعباء المالية بشأن الشرط الجزائي المتواجد في عقده. أحمد شوبير يؤكد بأن علاقة يسترب بالأهلي أصبحت منتهية والنادي ينتظر الوصول لحلول ودية مع المدرب لفسخ تعاقده بالتراضي، ويؤكد بأن يسترب يتمسك بالحصول على كامل عقده من أجل الموافقة على الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، لكن الأهلي عايز يتجنب فكرة دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل إقالته حاليا نظرا لاقتراب انتهاء الموسم، والجميع داخل النادي يتمنى رحيل يسترب دلوقتي قبل كمان شوية، لكن عقده لا يسمح بذلك حتى لا يكون من حق المدرب الحصول على كامل عقده، فلو الأهلي استقر على إقالة يسترب حاليا فهيكون من حق المدرب الحصول على كامل عقده وفقا للشرط الجزائي المتواجد بينه وبين النادي. ويؤكد أيضا بأن المدرب يمتلك عروض من أحد الأندية الأوروبية حاليا لتولي القيادة الفنية لهم، وهو ما قد يجعل هناك نوع من أنواع المرونة من جانب المدرب والأهلي لإنهاء العلاقة بشكل ودي وبالتراضي، والمفاوضات حاليا من جانب مسؤول الأهلي بشأن ذلك لمحاولة إنهاء التعاقد بالشكل الذي يليق بالأهلي. الأهلي يواصل تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة، ويسترب يؤكد للاعبي الأهلي عن غضبه الكبير بعد ظهورهم بمستوى سيء في المباراة الماضية أمام بيراميدز وضياع فرصة المنافسة على بطولة الدوري، ويطالبهم بضرورة التركيز واللعب بكل جدية في مواجهة الزمالك القادمة لتصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات مجددا. يسترب مدرب الأهلي يلوم بقوة ياسر إبراهيم وياسين مرعي بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبوها في المواجهة السابقة أمام بيراميدز والتسبب الأول في خسارة اللقاء، ويطالب مدافعي الأهلي بضرورة اللعب بكل جدية وبمبدأ الأمان لعدم تكرار أي أخطاء في المباريات القادمة، وأكد لهم على ضرورة الوقوف بشكل جيد في مواجهة الزمالك المقبلة والربط مع خط الوسط لتقليل نسبة الخطورة على المرمى. الكابتن سيد عبد الحفيظ يؤكد للاعبي الأهلي عن غضبه وغضب الجميع بسبب الأداء الباهت والمستوى السيء الذي قدموه في مواجهة بيراميدز السابقة، ويؤكد لجميع اللاعبين بضرورة الاعتذار للجماهير الأهلاوية في المواجهة القادمة بالفوز على الزمالك وتجنب أي سيناريوهات أخرى، وأن الجميع
الجميع لم يقبل اي تعثر في المباريات القادمة او الظهور بشكل سيء للتأكيد لهم على ضرورة اللعب بكل جدية ولا خيار اخر سوى الفوز في باقي المباريات المتبقية بالدوري. الكابتن وليد صلاح الدين يستغل كل التصريحات المسيئة للأهلي وجماهيره من جانب الإعلام الزملكاوي بعد الخسارة بثلاثية من بيراميدز في المواجهة الماضية لمحاولة شحن اللاعبين للرد بقوة داخل الملعب في اللقاء القادم أمام الزمالك، ويطالبهم بضرورة القتال واللعب بكل جدية في المواجهة القادمة للرد على كل من أساء للأهلي وجماهيره، وذلك لتحفيز اللاعبين بشكل جيد لإعادة شخصية الأهلي في مواجهة الزمالك القادمة واستعادة طريق الانتصارات مجددا. وأكد لهم بأنه لا يقبل ظهورهم بمستوى سيء والتعثر في المباريات القادمة للتأكيد لهم بأنه لا خيار آخر سوى الفوز بباقي المباريات المتبقية في الدوري. يستر مدرب الأهلي يطالب جهازه المعاون بضرورة إحضار تقرير شامل عن الزمالك وتقرير مفصل عن نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض، وذلك للاستقرار على وضع بعض الجمل التكتيكية والفنية المناسبة للقاء لمحاولة الظهور بشكل جيد فنيا في المواجهة القادمة، وأيضا لاستغلال نقاط الضعف والحذر من نقاط القوة طوال اللقاء للتقليل من خطورة الأبيض في المواجهة. استقرار كبير داخل الأهلي على رحيل أشرف بن شرقي عن الفريق في الصيف القادم بعدما فشل اللاعب على تقديم أوراق اعتماده مع الأهلي، وذلك لرؤية الجميع داخل إدارة النادي بأن اللاعب غير قادر على تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية بالفريق وعدم قدرته على إفادة النادي. والأهلي يبدأ خطوط التواصل مع بعض وكلاء اللاعبين لمحاولة إيجاد عرض مناسب لأشرف بن شرقي من أجل الحصول على خدماته. الكابتن سيد عبد الحفيظ يؤكد لأحمد مصطفى زيزو عن غضبه الكبير اتجاهه بعد الظهور بشكل سيء مع الأهلي في المباريات السابقة، ويؤكد للاعب بأن الجميع كان ينتظر مستوى أفضل منه مع الأهلي للمساهمة بالفوز بكل البطولات وليس المستوى السيء الذي ظهر به مع النادي في المباريات مؤخرا، ويطالب بضرورة مراجعة نفسه للوقوف على مستواه البائت لاستعادة مستواه في المباريات القادمة. الكابتن وليد صلاح الدين يحذر بقوة أمام عاشور وأشرف بن شرقي وأحمد مصطفى زيزو من عدم الالتفات لجماهير الزمالك في المواجهة القادمة، وذلك لعدم تعرضهم لعقوبات صارمة من قبل النادي واتحاد الكرة في حال التفت أحدهم للرد على الجماهير الزملكاوية بشأن التجاوزات المتوقعة في حقهم. وأكد لهم بأن الأهلي سيتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه الزمالك وجماهيره في حال تعرضهم لأي تجاوزات وخوض في الأعراض مثل المباريات السابقة. مصدر بالأهلي ينفي كل ما قيل في الأيام الماضية عن وجود نية من جانب مجلس إدارة النادي بتقديم الاستقالة عقب نهاية الموسم الحالي، ويؤكد بأن الجميع حاليا داخل إدارة النادي يعمل من أجل مصلحة الأهلي وإعادة الأمور مجددا لتجنب كل الأخطاء السابقة. الأهلي ينفي وجود أي عروض سعودية لإمام عاشور من أجل الحصول على خدماته في الوقت الحالي مثل ما قيل من جانب البعض عبر مواقع السوشيال ميديا، ويؤكد بأن النادي منفتح على بيع أي نجم بالفريق في حال وصول عرض مناسب للحصول على أحد من لاعبين الفئة الأولى بالنادي، لكن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية لإمام عاشور في الوقت الحالي، لكن كان هناك بعض الاستفسارات فقط من جانب بعض وكلاء اللاعبين لمعرفة مطالب الأهلي من أجل التخلي عن خدماته. تقارير صحفية تؤكد بأن الأهلي بدأ التواصل فعليا مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق ونادي نيوزيلاند الدنمارك الحالي من أجل الحصول على خدماته، وذلك بعدما أبدى اللاعب موافقته باللعب والانضمام للأهلي خلال المرحلة القادمة في حال إنهاء مسؤول الأحمر كل التفاوض مع إدارة النادي الدنماركي. وبكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معانا كل ما هو جديد عن أخبار الأهلي.